السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الصحيحه ديالكم، الامور ديالكم بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده باذن الله، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. نبداو كلامنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى. فيديو جديد ونهار جديد اخواتاتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وجبات يوم كامل من نظام الصيام المتقطع. الوجبه الاولى كانت اللي هي واحد الوجبه مشبعه جدا، غادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. جربوها ما غاديش تندموا عليها، اللي هي الشوفان. ونشارك معكم الوجبه الثانيه. صراحه الوجبه الثانيه غادي نشارك معكم الزعلوك اولا الدنجل على شكل سلطه. كانت طلبتها مني واحد الاخت، يعني هذه شي مده اسبوع ولا طلبتها مني، واليوم عاد ان شاء الله راني شاركتها معها، يعني شاركتها معكم كاملين باذن الله، يعني كل شيء يستافد ان شاء الله يا ربي. مهم اخواتاتي، اول حاجه كنبغي نشكر البنات اللي انضموا لقناتي، كنقول لكم مرحبا بكم عندي، والبنات القدامات حتى نتوما مرحبا بكم عندي. البنات ايضا اللي كيخليو ليا تعاليق زوينه محفزه، صراحه كتشجعوني وانا كنشجعكم، يعني كلنا رحنا كنكملوا بعضياتنا، شي كيشجع شي. نتمنى ان شاء الله اللي خلات ليا شي تعليق زوين محفز كنقول لك شكرا لك بزاف، والله يجعلها لك في ميزان حسناتك يا ربي. المهم اخواتي ما نطولش معكم في الهضره. اول وجبه اللي كانت عندي خديتها مع 12 وربع، اللي كانت هي الشوفان، وجبه اللي هي جد مشبعه. صدقوني جربوها ما غاديش تندموا عليها. عبرت معكم 50 غرام ديال الشوفان كيف ما شفتوا معايا. ضفت عليها واحد الفنجال ديال الحليب، يعني الفنجال اللي عبرت به الشوفان غادي تعبروا به الحليب، يعني الا ما كانش عندكم الميزان غادي ديروا كاس ديال الشوفان، يعني ما يعادل 50 غرام، كاس ما غاديش تعمروه، ما يعادل 50 غرام ديال الشوفان. وايضا غادي تغليو الحليب ديالكم مزيان. انا هنايا درت الحليب يعني غليته مزيان، وعاد ديك الساعات عبرت يعني كاس منه وخويتو على داك الشوفان. بالنسبه للاضافات اللي غادي نضيفو، درنا معلقه كبيره ديال بذور الشيا، ودرنا معلقه كبيره ديال زريعه الكتان، درنا معلقه صغيره نتاع العسل الحره اللي اختياريه، الا ما كانش متواجده عندكم العسل الحره حاولوا انكم تتفادوا نهائيا السكر، او لا تضيفوا شي عسل اخرى بلا العسل الحره. وغادي نديروا واحد الرشيشه نتاع الملحه باش نعادلوا الذوق، وغادي نضيفوا ايضا وحده ياغورت اللي هو بدون سكر او لا بيرلي بدون سكر. صافي غادي نخلطوا جميع هاد المكونات كيف ما كتشوفوا هنايا مع بعضياتهم، وغادي نجيب السلوفان وغادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح تقريبا ربع ساعه، يعني ما تفوتوهاش، حيت اصلا حنايا انا راني مغليه هنايا الحليب وراني ضفتو لهذا الشوفان هذا. نتوما الا كنتو غادي ديروا الحليب يعني عادي يعني بارد، غادي تقبض لكم شويه نتاع الوقت باش هكذايا تشرب هذاك الشوفان، يتشرب لنا هذاك الحليب. ولكن من غادي تضيفوه يعني الحليب غليان غادي يجيكم عادي ودغيا غادي يتشرب لكم هذاك الحليب. وفي نفس الوقت من تجيو تاكلوا هذا الشوفان هذا غادي تاكلوه وهو دافي، يعني ما غاديش يجيكم بارد، غادي يجيكم الماكله ديالو هي هذيك. المهم صافي بعد ما خليته ارتاح كيف ما قلت لكم واحد ربع ساعه، هنايا جيت حركته كيف ما شفتوا راه كيجي القوام ديالو، يعني كيتشرب هذاك الياغورت وكيتشرب ايضا هذاك الحليب. هنايا غادي باش غادي نزينوها، غادي نزين انا اختاريت كفاكهه، غادي ندير هنايا واحد الحبه نتاع البنانه، واحد نصيص نتاعها غادي نقطعوها هكذايا على شكل مربعات، والنص الاخر غادي نديرو دوائر وغادي نزين به هذا الشوفان هذا. صراحه شنو غادي نقول لكم اخواتاتي تقريبا، وشنو غادي نقول لك، شتو الا كليتوا هذه الوجبه هذه كوجبه اولى كونوا اكيدين باللي غادي تبقاو شبعانين النهار كله، ما غادي تزيدوا مازال تدوروا بالكوزينه، حيت راه ما شاء الله واحد الطبق اللي هو مشبع. انا الصراحه راني والله ما قدرت نكملها، حيت رافقته مع البيض المسلوق، ورافقته ايضا مع قهوه مسوسه اللي ما كنقدرش نستغنى عليها، يعني قهوه بدون سكر. ومن جيت ناكل هاد الشوفان هذا الصراحه والله ما قدرت نكملو. يعني نتوما الا بغيتو تكملوا الزلافه ديالكم كامله من الاحسن ما ديروش البيض او لا ما تشربوش معاه قهوه، باش هكذا تقدروا تكملوا الزلافه ديالكم. اما بالنسبه لي انا بديت بديك القهوه اللي ما نقدرش الصراحه نستغنى عليها، كتعجبني بزاف نشربها. بديت بها وكليت دوك جوج بيضات مسلوقين يعني كمصدر بروتين، وعاد مشيت هنايا عند هذا الشوفان هذا كليتو وما قدرتش نكمل الزلافه. المهم واحد الوجبه اللي هي جد مشبعه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول انني نزينها، نتوما ما تقيدوش بالبنان او لا اي فاكهه كانت عندكم متواجده في المنزل تقدروا تضيفوها لهذه الوجبه هذه. كيف ما انكم تقدروا تخليوها غير هكذاك، مثلا
ترشوا عليها شويه نتاع اللوز اولا شويه نتاع الكركاع من الفوق، وبلا ما ديروا فيها اي نوع من الفاكهه. ولا كانت متواجده عندكم غادي ديروها، غادي يكون احسن، غادي يكون واحد الوجبه اللي هي غنيه وشي حاجه اللي هي زوينه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا درت هنايا زبده الفول السوداني اولا القوقاو المعروف حنا كنقولوا له القوقاو. خدمته الصراحه في الدار بزيت الزيتون وطحنته ودرت له معلقه نتاع العسل الحره صافي، وكنخدمو هكذايا في الوجبات ديالي اولا نفطر به في الصباح اولا. المهم راكم عارفين يعني متعدد الاستعمالات. هنايا باش رافقته كيف ما كتشوفوا معايا رشيت عليه واحد شويه نتاع اللوز. نتوما لكم الاختيار، اي نوع من المكسرات كان عندكم تقدروا تستعملوه. وكيف ما قلت لكم درت هنايا معاه جوج حبيبات نتاع البيض، رشيت عليهم غير شويه نتاع الكمون، والقهوه ديالي المسوسه اولا القهوه بدون سكر اللي ما نقدرش نستغنى عليها الصراحه، كتحسسني بالشبع من كنشربها. وفي نفس الوقت دائما انا كنبغي الوجبه الاولى ديالي كتكون يعني قهوه بدون سكر، وكنرافقها مع شي حاجه. يعني قليل فاش كندير اتاي بدون سكر وكنرافقه مع شي حاجه اللي غادي نكون غادي نفطر بها، ولكن الاغلبيه ديالي كناخذ فيها قهوه. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها اولا اي حاجه كتفضلوها تاخذوها في الوجبه الاولى تقدروا تستعملوها. ماشي ضروري انكم تبداو بحال بشكل فطور، يعني الطبق ديالكم يكون بشكل فطور. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الوجبه الاولى كانت على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، صراحه طبق اللي هو جد مشبع. جربوه ان شاء الله ما غاديش تندموا عليه. وهنايا غادي نمشي باش غادي نشارك معكم الدنجال. صراحه حتى هو كيجي واحد السلطه اللي هي رائعه جدا، يعني تقدري تاكليها سخونه وتقدري تاكليها بارده، لكن الاختيار. هنا غادي نجيب الدنجال، هنايا درت جوج حبيبات نتاع الدنجال قطعتهم على شكل دوائر، ما نقطعوهمش رقاقين بزاف، نحاولوا اننا نقطعوهم شويه السمك ديالها يكون شويه غليظ. انا هنايا درتهم يعني غادي نشويهم في هذا البانيني. درت ورق الزبده حطيته عليها، وعاد ديك الساعه استفت هنايا ما نديروا لا زيت لا ملح لا حتى شي حاجه. من بعد ان شاء الله وعاد غادي نشرملوها بالملحه. هنا بعد ما شويت القدر نتاع جوج حبيبات اللي كانوا عندي ديال الدنجال صافي، هنا غادي نمشي باش غادي نقطعهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. درتهم شرائح اللي هي طويله، تقدروا ديروهم على شكل مربعات، ولكن هكذا كيكون احسن باش كيجي الشكل ديالهم شويه واضح وكيكونوا شويه باينين. اما الا قطعناهم مربعات صغار ما غاديش يجي الشكل ديالهم باين، غادي تجي غير شي حاجه بحال الا. المهم بهذه الطريقه غادي يكون احسن. هادشي اللي بغيت نقول لكم. مع من غادي نرافق هذا الدنجال هذا، عندي هنايا جوج فصوصه ديال الثومه، عندي هنايا شويه نتاع الكمون يعني شويه بزياده، وعندي واحد شويه نتاع التحميره. هنا عاد غادي نمشيو باش غادي نديروا الملحه اللي غادي تكفينا. انا اكيد باللي كندير، راكم عارفين اني كندير الملح ديال الريجيم، نتوما تقدروا ديروا الملح العاديه فقط غير واش هي ما تكثروش منها. درت واحد شويه تاع زيت الزيتون كيكون بكميه كثيره حيت هذاك الدنجر راه كيتشرب. وهنايا درت واحد الكميه نتاع المعدنوس يعني يكون طري من الاحسن وتقطعوه. ودرت ايضا هنايا واحد الرشيشه ديال الزعتر، وايضا واحد العصرات نتاع الحامض. غادي نحرك جميع هاد المكونات هكذايا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نخلط معاهم هذاك الدنجال اللي كنت شويت في البانيني. يعني تقدروا ديروه في الفران، يعني تحطوه في الفران دوائر وتشويوه في الفران كيف ما انكم تقدروا ديروه هكايا، ولكن هكذا كيكون احسن، كيجيو فيها هذوك الخطوط نتاع الشواء كيكونوا باينين، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. غادي نحرك جميع هاد المكونات كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا غادي نزيد مازال الاضافه الثانيه اللي هي الزيتون مشرمل حتى هو. كان عندكم في الدار مشروب من غادي تقدروا ديروه، بغيتوا ديروا هذا نتاع اللي كيتباع برا راكم تقدروا ديروه. مهم لكم الاختيار، غير داك الزيتون كيعطينا غير واحد اللوين واحد المنظر زوين لهاد السلطه هذه. كيف ما قلت لكم اخواتاتي تقدروا تاكلوا هاد السلطه يعني كيف ما هي يعني دافيه يعني كما كتشوفوا هنايا دابا، وكيف ما انكم تقدروا تردوها للمقلاة وتخليوها تزيد تشحر واحد شويه وتاكلوها يعني سخونه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني هي كتكال سلطه دافئه ولا بارده، وكيف ما انكم تقدروا تاكلوها وهي سخونه، يعني ترجعوها للمقله كتشحروها واحد شويه وكتاكلوها. انا المهم خليتها كيف ما هي، يعني انا درتها كسلطه نوع من انواع السلطات، يعني ما درت لا فكوس لا سلطه لا حتى شي حاجه، سلطه نتاع الخس او لا. المهم درت هاد السليطه نتاع الدنجال. صراحه كانت يعني واحد الاخت طلبتها مني، نتمنى ان شاء الله تكون تشوف هذا الفيديو هذا.
باش هكذا تشوف الطريقه. باش رافقتها هنايا بمريقه اللي هي عاديه، يعني درت هنايا واحد طريف نتاع اللحم مع لوبيا شعراء وخيزو، يعني كنت درته للعائله واكيد راه مخدوم بزيت الزيتون، يعني طيبته بشكل صحي. وقلت ناخذ حتى انا واحد شويه منه، غير واش هي يعني ما هزتش نهائيا البويون، بحيث ما غاديش نغمس، غادي ناكل بالفرشيطه لا هاد الزعلوك ولا هذيك اللوبيا شعراء مع هذيك. المهم كاين اللي كيقول لها لوبيا شعره، كاين اللي كيقول لها لاريكو. ورافقتها هنايا مع خيزو. صافي هادشي اللي كاين. كانت هذه هي الوجبه الثانيه ديالي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه اللي باقا ما مشتركه، ونتلاقى معكم ان شاء الله يا ربي في الفيديو القادم باذن الله.